السلام عليكم والاعدادي، يا رب تكونوا بخير. حلقه النهارده مهمه علشان اللي هتاخده النهارده في الفيديو هيجيلك في امتحان نص السنه، فركز معايا علشان تجاوب صح في نص السنه وتاخد الدرجه كامله. دلوقتي تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو اول مره تشوفني، وتاخد ورق شرح المنهج كله مجانا عشان تذاكره وتدخل على طول الامتحان هتقفل منه حتى لو معكش اي ملخص. وكمان هسيب لك اللينكات تحت في صندوق وصف الفيديو. طب يا مس انا في دروس مش فاهمها، في دروس عايزه اسمع شرحها، برضه هسيب لك قائمه بتشغيل الفيديوهات بتاعت المنهج كلها تحت في صندوق وصف الفيديو. يلا كده بينا نبدا ونشوف النهارده هنعمل ايه مع بعض. زي ما قلت فيديو النهارده مهم علشان هيجيلك في الامتحان سؤال عن التوزيع الالكتروني، وخلي بالنا بعيدا ان التوزيع الالكتروني اساس لتانية اعدادي، لان دلوقتي هتروح تانية اعدادي ان شاء الله، فلازم تبقى عارف التوزيع الالكتروني. ما عرفتوش في سنه اولى يبقى ازاي في سنه تانية هتجاوب وتحل اسئله، والاسئله اللي عليه هتبقى جايلك في امتحان نص السنه يعني حاجه كده مؤكده. فركز معي النهارده في التوزيع الالكتروني علشان واحده واحده هنفهمه مع بعض لانه مهم وجاي في الامتحان وعليه درجات كتير. يلا بينا نشوف. الاعدادي بيجي لك في الامتحان عنصر زي كده الرمز بتاعه، ويجي لك العنصر ده الرقم العدد الذري. بدايه كده يا اولى اعدادي يجي لك مثلا زي العنصر ده كده الرمز ده بتاع ايه؟ احسنت، بتاع الصوديوم. طب اللي عنده مشكله في حفظ العناصر دي والرموز بتاعتها لازم تشوف الفيديو اللي هيظهر لك دلوقتي في اخر الفيديو. طيب يجي لك في الامتحان رمز العنصر بيبقى مكتوب رقمين، رقم من اسفل ورقم من فوق كده، ويقول لك اكتب التوزيع الالكتروني للعنصر ده. هنوزعه ازاي؟ اولا يا اولى اعدادي نتفق على كام حاجه. الرقم اللي من تحت ده بسميه 3 اسماء، بسميه العدد الذري زي ما اخدنا، بسميه اسم عدد الالكترونات، وبسميه اسم ثالث عدد البروتونات. وطبعا احنا اخدنا ان البروتونات دي الجسيمات موجبه الشحنه اللي بتبقى موجوده جوه النواه بتاعت ايه؟ الذره. يبقى لو قلت لك احسب عدد الالكترونات تقول لي والله ده 11. طب العدد الذري للعنصر ده كام؟ هتقول لي 11. طب عدد البروتونات للعنصر ده كام؟ برضه هتقول لي 11. اتفقنا؟ طيب العدد اللي فوق بقى هو ليه اسم واحد بس، بسميه العدد الكتلي. بسميه العدد مين؟ الكتلي. يبقى انا عندي عددين، العدد اللي من فوق بسميه عدد كتلي واللي من تحت بسميه 3 اسماء. طب يا مس انا دلوقتي الارقام دي احفظها؟ لا طبعا، وانا باكد عليك اياك تحفظ الارقام دي، هتضيع وقتك. تحفظها ليه اصلا؟ انا يهمني جدا تعرف العنصر بالعربي والرمز بتاعه، لان الرمز والعنصر بتاعه جاي في الامتحان. يقول لك والله اكتب الصيغه بتاعه الصوديوم، تقول له ان ايه؟ اكتب الصيغه مثلا بتاع اي عنصر تاني يبقى تكتبه له، لكن الارقام دي لا. خلاص؟ دلوقتي يا اولى اعدادي ممكن يقول لك احسب عدد النيوترونات. عدد مين؟ النيوترونات. وقلنا ان النيوترونات دي جسيمات متعادله، يعني موجب وسالبه، مفيش الموجب يضغط على السالب ولا السالب يضغط على الموجب. لو قال لك احسب عدد النيوترونات هتحسبها ازاي؟ قال لك نطرح الرقمين دول من بعض، وبعد ما نطرح الرقمين من بعض يبقى دول عدد مين؟ النيوترونات. طب يا مس يلا بقى نشوف الكلام ده. خلاص احنا اتفقنا. يبقى دلوقتي انا لو قلت لك العدد الذري كام للعنصر ده هتقول لي ايه؟ 11. طب العدد الكتلي اللي من فوق يبقى ايه؟ 23. وخلي بالنا من فوق فين؟ من على اليمين ولا على اليسار؟ لان ممكن اضحك عليك واقول لك العدد الكتلي يكتب اسفل رمز العنصر، يبقى غلط. طب يا على يمين رمز العنصر، غلط، هو بيكتبوا على ايه؟ اليسار، سواء العدد الكتلي او العدد ايه؟ الذري. خلاص يا اولى اعدادي؟ طيب تعالوا بقى نوزع التوزيع الالكتروني. اول حاجه احنا بنعمل ايه؟ اول حاجه ان حضرتك هترسم النواه كده دايره، خلاص، وهنكتب موجب الرقم اللي تحت. الرقم اللي تحت هنا كام؟ 11، يبقى تكتب موجب 11. اتفقنا؟ طيب بعد كده يا مس اعمل ايه؟ اكتب عدد النيوترونات موجب او سالب واطرح الرقمين دول من بعض. طب ال 23 هنقص منها 11 هيبقى كام؟ 12. برافو عليك. يبقى اول حاجه انا برسم مين؟ النواه، بكتب موجب الرقم اللي تحت، وبعد كده موجب او سالب، موجب وسالب بطرح الرقمين من بعض. جميل؟ جميل. طب دلوقتي احنا خدنا ان النواه بتدور حواليها الالكترونات في مستويات طاقه. اول مستوى طاقه اخدناه مع بعض اللي هو كي، لازم تكتب الرمز بتاعه كي. تمام؟ طب احنا اتفقنا دلوقتي هنوزع هنحط الالكترونات في المستويات بتاعتها.
طب انهي احط انهي الرقم ده ولا اللي من فوق؟ لا، يبقى انا دلوقتي هوزع رقم كام؟ 11. يبقى انا دلوقتي مستويات الطاقه هوزع عليها ايه؟ ال 11. طب اول مستوى احنا اتفقنا بيتشبع ب 2 الكترون، بيشيل 2 الكترون. يبقى انا دلوقتي وزعت من ال 11 كام؟ 2، يبقى فاضل 9. طيب التسعه ارسم المستوى اللي بعديه كي او. طيب ينفع اكتب 9 هنا كلهم واخلص؟ لا، قال لك المستوى اخر حاجه بيشيلوا 8 الكترونات، ما بيشيلش اكتر من كده. يبقى اكتب هنا ايه؟ ال8. طب 8 و2 10، طب دي 11، يبقى فاضل كام؟ الكترون واحد احطه في المستوى اللي بعديه، يبقى كي ال ام. يبقى انت كده وزعت توزيع الكتروني مظبوط. خلاص؟ طب يا مس ما ينفعش المستوى الاول احط فيه 8 واخلص مثلا؟ لا، قال لك المستوى الاول اخره 2. يعني ممكن يكون 1 و2 لكن ما ياخدش 3، مش هيتحمل 3 الكترونات. يبقى انا المستوى الكي شايل الكترونين، المستوى ال شايل 8 الكترونات، المستوى ام شايل كام الكترون؟ الكترون واحد بس. يلا بقى ناخد امثله ثانيه. عارف كده يا اولى اعدادي مثال ثاني عندي ال اي، مين يقول لي ده رمز ايه؟ احسنت، الليثيوم. يبقى الرموز مهمه. يبقى الليثيوم عندي 3 7، هنحفظ الارقام؟ لا، بحفظ الرمز بس واسمه. طيب تعالوا نشوف وزع بقى التوزيع الالكتروني. يبقى اول حاجه نعمل ايه؟ برافو، نعمل دايره. نكتب موجب الرقم اللي تحت، هنا الرقم اللي كام من تحت؟ 3، يبقى موجب 3. وبعد كده موجب وسالب، بطرح الرقمين من بعض، 7 ناقص 3 تديني كام؟ 4. طب اوزع اللي من تحت ولا اللي من فوق؟ لا، هوزع الرقم اللي من تحت اللي هو العدد الذري. يبقى اول مستوى كي، ينفع اكتب ال3 واخلص؟ لا، اخره 2. طيب يبقى انا ال3 وزعت منهم ايه؟ 2، يبقى فاضل كام الكترون؟ واحد بس. يبقى الواحد يروح للمستوى اللي بعديه، يبقى كي ال كي او. خلاص؟ طيب افرض قلت لك العدد الذري كام؟ تقول لي 3. طب عدد الالكترونات كام؟ برضه 3. طب العدد الكتلي؟ العدد الكتلي 7. طب عدد النيوترونات اللي هي دي موجب وسالب؟ ده انا بطرح الرقمين يمس من بعض، يبقى ده عدد مين؟ النيوترونات. يبقى انا هنا اهو دي بسميها النيوترونات، ودي الموجبه دي بسميها ايه؟ الثلاثه بقى بسميها البروتونات، بسميها عدد الالكترونات، وبسميها ايه؟ عدد الالكترونات. خلاص؟ اتفقنا؟ والعدد الذري. ماشي يا اولى اعدادي؟ يلا بقى ناخد مثال تاني، وليكن ام جي. خلي بالنا لما نيجي نكتب في الامتحان رمز والرمز ده مكون من حرفين، ما نكتبش اول حرف سمول والتاني سمول، لا هيحسبهم لك غلط، لازم اول حرف كابيتال. طيب ام جي 12 24، قلت لك يلا وزع. يبقى انا والله هنرسم النواه بتاعتنا اهي، ونكتب بقى فيها ايه؟ احسنت، نكتب موجب الرقم اللي تحت هنا 12. طب موجب وسالب ايه؟ ده عدد النيوترونات لسه، يبقى انا هطرح 24 ناقص 12، يبقى فيها 12. اوزع انهي؟ اوزع الرقم اللي من تحت اللي هو العدد الذري. يبقى نرسم بقى اول مستوى اللي هو كي، هياخد 2. احنا هنوزع بقى 12، خدنا المستوى الاول شال 2، يبقى فاضل 10 الكترونات. ينفع ال10 اكتبهم هنا؟ لا، ده اخره كام؟ 8. طيب يبقى فاضل كام دلوقتي؟ يبقى فاضل 2، يبقى ال 12 وزعت منهم 2 وزعت منهم 8 يبقى 10، يبقى فاضل كام؟ فاضل 2 الكترونات. واخر مستوى اللي هو ايه؟ ام. خلاص؟ يبقى انت كده هتاخد الدرجه بتاعتك كام؟ نتخيل بقى يا اولى اعدادي جايب لي الاتش 11. الاتش اللي هو مين؟ برافو، الهيدروجين. الاتش اللي هو مين؟ الهيدروجين. يبقى اول حاجه هنعمل ايه؟ احسنت، نرسم النواه بتاعتنا. نكتب موجب الرقم مين؟ اللي تحت، موجب 1. طب ينفع يا جماعه اكتب موجب وسالب 1 ناقص 1؟ لا، يبقى انا هنا في النواه بتاعت الهيدروجين فيها عدد بروتونات بس، يبقى موجب ايه؟ 1. طيب اوزع عني بقى، ارسم المستوى الاول واوزع الواحد دي، يبقى هيشيل 1 بس كده. شكرا، كده وزعت له مين؟ الهيدروجين. طيب تعالى مثلا لو قال لك هيليوم، هيليوم 2 و4 هنا كده، يلا وزع. برافو عليك، بقى ترسم مين؟ النواه بتاعتك، وهتكتب موجب الرقم اللي تحت، موجب 2. طيب عايز موجب وسالب عدد النيوترونات، اعمل ايه؟ بطرح الرقمين، 4 ناقص 2 هيبقى فيها ايه؟ 2. طيب لما نيجي بقى نوزع، بوزع الرقم اللي من تحت، يبقى المستوى الاول كي هيشيل ايه؟ 2. وشكرا على كده. طيب افرض قلت لك العنصر ده نشط ولا غير نشط؟ هتعرفوا ازاي؟ والله انا ابص على اخر مستوى، لو كان المستوى مكتمل يا اولى اعدادي
يبقى اذا العنصر ده ماله نشط. طب المستوى مش كامل، مش مكتمل، يبقى ده غير نشط. طب هنا يمس في الهيليوم المستوى الاول هو الاخير وده 2 مكتمل، يبقى بقول له العنصر ده ماله غير نشط. ليه؟ ده علشان هو مكتمل. عشان كده بقول الهيليوم دي من الغازات ايه؟ الخامله. والغازات الخامله او النبيله دي عناصر غير نشطه، ما بتدخلش في اي تفاعل كيميائي. ليه؟ لان مستويات الطاقه بتاعتها الاخيره مكتمله. طب تعالوا نشوف يمس امثله ثانيه. العنصر ده يلا سريعا قولوا لي اسمه ايه؟ والعنصر ده 13 27. برافو عليك الالومنيوم. يلا بسرعه كده نوزع. موجب كام؟ احسنت، موجب 13. طب موجب وسالب كام؟ وزع الرقمين دول اطرحهم من بعض. 27 ناقص 13 يبقى 14. يبقى نوزع كده. اول مستوى هنوزع 13. اول مستوى هيتشبع بكام؟ ب2. طب تاني مستوى هيشيل كام؟ هيشيل 8. ماشي. طب انا عندي 8 و2 10، بس انا هنا عندي 13، يبقى الباقي اديه للمستوى اللي بعديه، يبقى فاضل 3. طب لو قلت لك العنصر ده نشط ولا غير نشط؟ هتبص للمستوى الاخير اهو، في كام الكترون؟ 3. طب هو مكتمل؟ لا، هو بيكتمل ب8. يبقى اذا العنصر ده ماله نشط، يدخل في تفاعل كيميائي. خلاص؟ يبقى لو كان مكتمل خلاص مش هيدخل، غير نشط. لو كان لسه ما اكتملش يبقى العنصر ده ايه؟ نشط، لان ده بيجي في الامتحان. طيب تعالوا بقى ناخد مثلا عنصر تاني. النيون مثلا 10 20. يلا كده وزع معايا. برافو عليك. يبقى الموجب الرقم اللي تحت اهو، وموجب او سالب نطرح الرقمين من بعض هيبقى 10. هنوزع ال10 دي، يبقى الكي هتاخد كام؟ برافو 2. طيب اللي ال10 دي وزعنا 2 هيبقى فاضل منها كام؟ 8. المستوى اللي بعدها ياخد خلاص 8. طب لو قلت لك ده نشط ولا غير نشط؟ ببص للمستوى الاخير اللي هو ده مكتمل. يا مس ده مكتمل فيه 8 الكترونات، يبقى اقول له العنصر ده ماله غير نشط. العنصر ماله غير نشط. علشان ليه غير نشط؟ عشان خلاص بقى مكتمل بالالكترونات بتاعته، مش عايز حاجه من حد. يبقى انا ليه هدخل في تفاعل كيميائي بقى واغلب نفسي؟ ده يدخل في تفاعل، ده ما يدخلش. عشان كده النيون ده بقول عليه برضه من الغازات ايه؟ او من العناصر الخامله. من العناصر ايه؟ الخامله. المستوى الطاقه الاخير بتاعته مكتمل بمين؟ بالالكترونات. هنجرب عنصر زي ده اسمه ايه؟ برافو. سامعه ناس بتقول ايه؟ الكالسيوم. برافو عليك. يبقى ده عنصر مين؟ كالسيوم. طب لو قلت لك سي بس؟ برافو كربون. طب افرض قلت لك سي ال؟ برافو كلور. يبقى نخلي بالنا من الحروف دي. طيب الكالسيوم 20 40. طب نوزع ازاي؟ احسنت. يبقى موجب الرقم اللي تحت 20. طيب موجب وسالب ايه؟ نطرح من دول من بعدين الكتلي من العدد الذري، يبقى 40 ناقص 20 هيبقى فارق كام؟ ال20. هنوزع انهي ال20 ده؟ يبقى المستوى الاول هيشيل كام من ال20؟ يقدر يشيل 20 كلها؟ لا، هيشيل 2 بس. يبقى نوزع على الباقي المستويات. طب المستوى اللي بعد كده اخري 8، يبقى 8 و2 10، بس انا عندي 20 يعني 10 الكترونات فاضلين، اوزع على باقي المستويات. الام ينفع تشيل 10؟ لا، اخرها ايه؟ 8. طيب وبعد كده وزع. يبقى انا دلوقتي عندي 8 و8 و2 يعني 18 الكترون، بس انا عايزه اوزع كام؟ 20 وفاضل 2. يبقى المستوى اللي بعد كده. طب حتى لو كتبت 4 مستويات 5 مستويات 6 المهم توزع ايه؟ صح. يبقى اكتب الاثنين هنا، ده كي ال ام ان. طيب لو قلت لك العنصر ده نشط ولا لا؟ هتبص فين؟ برافو، هتبص المستوى الاخير تشوف فيه كام الكترون. ده فيه 2 يمس يعني مش مكتمل، يبقى العنصر ده ماله ايه؟ نشط. ماشي يا اولى اعدادي. طيب تعالوا مثلا لعنصر تاني وليكن سي ال 17 17. برافو عليك. هنرسم النواه بتاعتنا. موجب كام؟ موجب الرقم اللي تحت 17. طيب موجب وسالب كام؟ نطرح رقمين من بعض. 35 ناقص 17 هتلاقيها 18. هنوزع انهي رقم؟ برافو عليك الرقم اللي من تحت. يبقى ال 17 الكترون انا لسه ايه؟ هوزعهم. يبقى الاول هياخد ايه؟ 2. طب المستوى اللي بعد كده احنا لسه بقى معانا 15 الكترون، يبقى المستوى اللي بعد كده هيشيل 8. والله يبقى 2 8 و2 10، ده لسه 17، يبقى فاضل 7 الكترونات. اديها لمين؟ اديها للمستوى اللي بعد كده. طيب لو قلت لك نشط ولا غير نشط العنصر ده؟ هتبص لمين؟ المستوى الاخير. طب ده فيه 7 يعني لسه ما اكتملش، هو بيكتمل بال8،
يبقى اقول له والله العنصر ده ماله عنصر نشط. ليه نشط؟ لان المستوى الاخير غير مكتمل بمين؟ بالالكترونات. اتمنى يا اولى اعدادي ان الفيديو ده يكون عجبكم جدا جدا. دلوقتي هتشوفوا مع بعض عناصر هكتبها لكم على السبوره، علشان دلوقتي في الكومنتات تقولوا لي الحل بتاعها، واعمل لايك للفيديو، وزي ما قلت اي حاجه عايزين تشوفوها في الشرح هتلاقوها في صندوق وصف الفيديو. سلام عليكم. لايك الفيديو. اهو ده الهوم ورك بتاعك يا اولى اعدادي، هسيبه لك دلوقتي وتشوف. انا عايزه توزيع الكتروني، عايزاك تكتب لي عدد البروتونات كام، العدد الكتلي كام، والنشاط الكيميائي، يعني العنصر ده نشط ولا لا للعنصرين دول. يا ريت بالمره تقول لي العناصر دي اسمها ايه.